الشناوي: كهربا لا يركز على أي شيء سوى الملعب، وأهم مباراة الآن هي بيراميدز. قال محمد الشناوي إن زميله كهربا لا يركز سوى في تدريباته والمباريات ولا يشغل باله بأي شيء آخر. كأس السوبر المصري: اللجنة المنظمة تعلن بيع 29,000 تذكرة. ويستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي مواجهة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز. تضاؤل فرص لحاق ياسر إبراهيم بلقاء السوبر: باتت فرص مشاركة بمواجهة بيراميدز ضعيفة للغاية. عقد بعض من رموز الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر النادي لدعم مجلس الإدارة عقب شدد أحمد مرتضى على أن الفريق تعرض للظلم وطالب رموز الأبيض بالالتفاف حول النادي. دود الجباس: معرفتنا بالمشاركة في السوبر غير حالتنا 180 درجة. خضنا أقوى تدريب. اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس تدريباته لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري التي ستقام ميم. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول. خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية. خط الهجوم: بيرسي تو، حسين الشحات أو أحمد عبد القادر. محمود عبد المنعم. كهربا: استقر كولر علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة ما عدا مركزا الجناح الأيسر، فكانت قناعات معاونيه هو. كشفت تقارير صحفية فرنسية عن استعداد باريس سان جيرمان لرحيل نيمار في نهاية الموسم الحالي. رحلة 909 مباريات استعاد نابولي لقب الدوري بعد غياب 33 عاما بعد تتويجه بطلا للنسخة الحالية. بظهور صلاح، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه للموسم الجديد والمقدم من شركة نايكي. تسير الأمور بشكل جيد بين الهلال ميسي بشأن ارتداء النجم الأرجنتيني قميص الزعيم الموسم المقبل.